يلا يا حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. إن شاء الله النهاردة هنبدأ بقى نعمل مراجعة شهر إبريل في مادة الساينس الإبريل. نبدأ يلا في حل الشيت اللي موجود في كتاب التقييمات. الأسئلة دي مش بس هتفيدك في امتحانك بتاع الشهر، ده كمان إن شاء الله هتفيدك في امتحانك بتاع آخر السنة، لأن الوزير قال إن الامتحان هيجيلك من التقييم. تعالوا يلا، الكلام ده بيج نمبر 54 في كتاب التقييم. بيقول لك write the scientific term indicated by the following. نبدأ بأول حاجة أسئلة الصحة. الرفعة طبعا يا شباب قلنا إنها بتتكون من فلكرم، بتتكون من effort، بتتكون من load. لو الفلكرم في النص ما بين اللود والإفورت يبقى دي first class lever. لو اللود في النص ما بين الفلكرم والإفورت يبقى دي second class lever. لو الإفورت هو اللي في النص ما بين الفلكرم واللود يبقى ده ثيرد كلاس ليفر، زي البروم مثلا الماشي. الليفر بقى اللي الفلكرم فيها بتوين الافورت واللود طبعا دي يا شباب الفيرست كلاس ليفر، طالما الفلكرم هو اللي في النص. طبعا لو الافورت ارم اللي هي الديستانس ما بين الافورت والفلكرم ايكوال اللود ارم اللي هي الديستانس ما بين الفلكرم واللود، لو كانوا الاثنين متساويين وقد بعض، يعني الفورت ارم واللود ارم، يبقى دي بالانسد ليفل. طب لو كان الفورت ارم more than او longer than اللود ارم يبقى الليفر دي تعمل سيف للافورت. لكن لو كان اللود ارم، اللهم صل على محمد، في ايا كان نوع الليفر بقى more than الافورت ارم يبقى دي doesn't save الافورت. الليفر in which the effort lies between the load and fulcrum. هنا الافورت هو اللي في النص ما بين اللود وما بين الفولكرام، يبقى دي ثيرد كلاس ليفر، والثيرد كلاس ليفر دي doesn't save effort. ممكن تعمل انكريز للسبيد مثلا وهكذا، لكن هي doesn't save effort. طبعا الليفر اللي هي الثيرد كلاس ليفر. الليفر ويتش اللود هنا هو اللي في النص ما بين الافورت ارم والفولكرام، طبعا يبقى دي السكند كلاس. جميل قوي. الديستانس بين ذا لود والفولكرام، المسافه بين اللود والفولكرام، طبعا دي زي ما قلت لك دي اللود ارم. جميل قوي. امتى يا مستر الليفر دي تبقى بالانسد؟ لما يا شباب اللود تايمز اللود ارم او الافورت تايمز الافورت ارم يبقى equals to الافورت تايمز الافورت ارم. طبعا دي كده تبقى ايه؟ تبقى بالانسد، يعني ليفر متوازن. جميل قوي. طبعا ممكن يجيب لك الافورت والافورت ارم ويدي لك اللود ويقول لك احسب لي اللود ارم، فتبقى ايكويشن عاديه انت تقدر تحلها بسهوله. يبقى عندك قانون تاني برضو بتاع الميكانيكال ادفانتج بتاع الليفر. لو انا جبت مثلا اللود ديفايدد الافورت وطلع الرقم مور ذان 1، يعني اكبر من الواحد، يبقى دي سيف اف. طب ليس ذان 1 يبقى دي لا doesn't سيف اف. لو انا جبت مثلا الافورت ارم ديفايدد اللود ارم طلعت معاك برضو مور ذان 1، يبقى دي سيف اف، لان كده ساعتها هيبقى الافورت ارم اكبر من اللود ارم فتبقى سيف اف. لو كانت less than ال 1 يبقى دي doesn't save للايه للاف. طيب ده بالنسبه للميكانيكال ادفانتج بتاع الايه الليفر، هل هي سيف افورت ولا doesn't save. ده كده الساينتفك بالنسبه للجزء الخاص بالايه بالليفر. جميل قوي. specialized cells responsible for sexual reproduction in living organisms، طبعا دي الجاميتس او reproductive cells، بس المفروض تبقى جاميتس ادق، زي مثلا السبيرم في الميل هيومن، او البولين جرينز في البلانت، والاوفا في البلانت او في الانيمالز والهيومن. يعني reproduction that occurs by two parents، تكاثر بيحصل بين فردين ابويين بيبقوا من same species من نفس النوع، واحد ميل والتاني فيميل. طبعا ده يا شباب السكشوال ريبرودكشن، التكاثر الجنسي بنستخدم فيه الجاميتس. طب الفيوجن of nucleus of الميل جاميتس مثلا زي السبرم with the nucleus of the female gametes زي مثلا الأوفا to form الزيجوت اللي بمرور الوقت يحصل له mitotic division ويكون لك امبريو. طبعا الزيجوت بيبقى عنده full number of chromosome to n. طبعا دي عملية الفيرتلايزيشن، عملية الإخصاب، الفيرتلايزيشن. صح يا ردينا. fixed point in which rigid rod rests الليفر بيبقى عندها fixed point في النص اللي هي الفلكرم. تمام يا ردينا. طبعا دي يا شباب نمبر 1 هتبقى المفروض الفلكرم. يبقى تاني fixed point on which a rigid rod rests، طبعا دي الفولكرام يا شباب. بيقول لك the unit of structure and function in living organisms، وحدة بناء ووظيفة الكائنات الحية، طبعا دي السيل يا شباب، الخلية. vital process in which a living organism produce new individual، عملية حيوية الكائنات الحية بتنتج فيها أفراد جديدة of same species من نفس النوع.
ensuring its continuity and protection from extinctions. طبعا دي بتاعت اللهم صل على محمد. ده الديفينيشن بتاع الريبرودكشن، التكاثر بشكل عام. هنا مش هتوضح له هل هو سيكشوال ولا اسيكشوال، لان هو بيكلمك عن الريبرودكشن، انتاج افراد جديده من نفس النوع بشكل عام. الميل reproductive organ in the flower consisting on several stamens. طبعا المفروض ده يبقى الاستامن، بس الاستامن قلت لك بيبقى ليه اسم تاني اللي هو الاندرويسيوم. والاستامن زي ما قلت لك بيبقى عباره عن فيلمنت كده، خيط، وفوق منه كيس بيبقى اسمه انثر. الانثر ده بيبقى مليان بقى بولينج جرين. يبقى الفيلامنت والانثر الاثنين بيبقوا اسمه ستامن. الاستامن بيبقى ليه اسم تاني برضو اللي هو الاندرويسيوم، فانا نمبر 11 اكتب له الاندرويسيوم. طيب the transfer of pollen grain from the anther of one flower، اهو انتقال البولينج جرين من الانثر بتاع الفلاور to the stigma of another flower on different plant if this ايه، بس لازم يبقى من same species. يعني انتقال حبوب اللقاح من ورد على شجرة معينة لوردة تانية على شجرة تانية بس من نفس النوع، طبعا ده يا شباب الكروس بولينيشن او الميكسد بولينيشن. كروس او ميكسد بولينيشن. طيب لكن لو البولين جرينز اتنقلت من الانسر بتاع الفلاور للستيجما بتاع السيم فلاور، يبقى ده اسمه سيلف بولينيشن. او انتقال حبوب اللقاح ترانسفير اوف بولين جرين من الانسر بتاع فلاور to the stigma in another flower بس on the same plant على نفس الشجرة، يبقى ده برضو self pollination، تلقيح ذاتي. short stem whose leaves are modified to carry out a reproduction in the plants. طبعا دي يا شباب الفلاور، الورد. خلاص. الاكسل بتاع الليف اللي بيخرج منها الفيجيتيف باد بتاع الفلاور بيبقى اسمه براكت. خلاص. وطبعا تجمع الفلاورز بيبقى اسمه انفلورسنس. يعني لو في اكسل عند براكت في كاري مور ذان وان فلاور، يعمل لك حاجه اسمها انفلورسنس، زي السيمبل كرايم وهكذا، والامبل اللي هي اشكال الايه، اللهم صل على محمد، الانفلورسنس. السيل formed by fusion of the egg nucleus with the pollen grain nucleus containing two N chromosome. طبعا دي الزيجوت. خلاص. السيل اللي بتنتج من اتحاد الايج نيوكليس مع البولين نيوكليس بتعمل لك الزيجوت. الامور كون لك امبريو. الامبريو دي بالنسبه للبلانت تعتبر السيدز. يبقى السيد هي جنين بالنسبه للنباتي اكتر. نكمل يلا كده. خلصنا اسئله الساينتفك المرتبطه بامتحانك بتاع شهر ابريل. خلينا يلا نكمل اسئله الكومبليت. طيب بيقول لك complete the following statements. الليفر tasks easier by ايه مثلا؟ اهميه الليفر ممكن تعمل لك ايه؟ اول حاجه save effort، duplicating الفورس، increasing the speed وتشينج ذا دايركشن. المفروض اربعه، بس انت ممكن تقول له ماشي duplicating الفورس، تضاعف القوه، وتشينج ذا دايركشن بتغير لك اتجاه الحاجه، وفي نفس الوقت بتعمل لك increasing ايه ذا سبيد، بتزود لك سرعه عمل الحاجه دي. دي كده الليفر make tasks easier by تاني increasing the force او duplicating the force increasing the speed we change the direction. الكروبر دي ليفر يا شباب من الفيرست كلاس، لان الكروبر دي اللي هي العتله تقريبا بقدر اشيل بيها الليفت اوبجكت، استخدمها عشان اعمل اللهم صل على محمد، اشيل بيها الحاجات التقيله. ليفت ذا هيفي اوبجكت يعني. والهاند بروم المقشه، لا طبعا المقشه تعتبر من الثيرد كلاس. الليفر از ان equilibrium. الليفر بتبقى في حاله الاتزان with the amount of effort not the momentum of effort، بيبقى not the momentum of the load بيبقى equals to. خلي بالك تعالى كده، انا قلت لك الليفر تبقى at equilibrium لما اللود ارم يبقى تايمز اللود يبقى equals to الافورت تايمز الافورت ارم. خلي بالك الافورت تايمز الافورت ارم الاتنين دول يا جدعان مع بعضهم افكرك واقول لك ان دول بقول عليهم المومنتم اوف الاف. هنا كده اللود تايمز اللود ار المومنتم بتاع الايه اللود. فلو المومنتم بتاع الافورت ايكوالز المومنتم بتاع اللود، يبقى ده كده الليفر دي تبقى ات اكوليبريم، يعني في حاله المومنتم. طيب الماشين سيف ايفورت وين ذا ميكانيكال ادفانتجز طبعا جريتر ذان الوان، اكبر من واحد. عشان اعرف الميكانيكال ادفانتجز قلت لك بعمل ديفايد اللود ديفايد الايه الافورت، او الافورت ارم ديفايد اللود ارم. لو لقيتهم طلعوا مور ذان ال1 يبقى الميكانيكال ادفانتجز هنا تعمل سيف. طبعا increasing the length of الافورت ارم leads to ازود طول الافورت ارم، يبقى انا كده يا شباب بزود الايه الميكانيكال ادفانتجز بتاعتها وبعمل سيف الافورت اكتر. leads to save more effort، يعني لما ازود اللينز بتاع الافورت ارم
save more effort. طبعا السكند كلاس ليفر differ from third class liver in the position of الفولكرم، يعني according to الافورت واللود. عندك السكند كلاس ليفر اللود بيبقى between الفولكرم والافورت، لكن الثيرد كلاس ليفر الافورت هو اللي بيبقى between الفولكرم واللود. فتقول له هما بيختلفوا in the position of the fulcrum according to the position of the load and the effort. Examples of the lever that increase the speed. اغلب الثيرد كلاس ليفر بتعمل increase للسبيد، ممكن نقول له البروم مثلا، الماش او الهاند بروم. الفيرست كلاس ليفر سيف ايفورت والنقط is greater than نقط. في الفيرست كلاس ليفر لما تبقى سيف ايفورت يبقى اللود ارم less than الافورت ارم، او الافورت ارم greater than اللود ارم. فانا اكتب effort arm greater than الايه، اللود ارم. طيب the effort arm equals اللود ارم في الفيرست كلاس ليفر، وخصوصا اذا كانت balanced متوازنه يعني. the most common type of the lever تقريبا هو الثيرد كلاس ليفر اللي بيبقى most common type. if the applied effort is half the load value and the load arm is 50 then the effort arm equals نقط. طبعا بروبلم زي دي لفه شويه بس ان شاء الله سهلها ونظبط. يقول لك ان الافورت هاف ذا لود، الافورت هاف ذا لود فاليو، يبقى اللود ارم ب 50 يبقى الافورت ارم بكام؟ تعالى كده بص يا حبيبي نمسح بس. انت حافظ القانون لما اللهم صل على محمد الليفر تبقى ات اكوليبريم، لازم اللود تايمز اللود ارم ايكوالز تو الافورت تايمز الافورت ار. مش ده القانون يا شباب اللي يوضح لك الليفر دي ات ايكوليبريم ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح يا مستر. طيب هو قال تمام لك يا مستر. انها ات ايكوليبريم، وقال لك كمان ثواني نفتكر بس تاني عشان ما نلخبطش، ان الافورت هاف ذا لود، الافورت هاف ذا لود يعني الافورت نص اللود. يبقى انا مثلا لو اديت للود والافورت رمز وليكن مثلا رمز الاكس، يبقى اللود ده اكس واحده والافورت يبقى هاف الاكس طبعا تايمز، بس علامه التايمز بقى هنعملها دوت كده عشان ما نلخبطش بين الاكس دي والاكس دوت. طبعا الايه الافورت ارم، هو مدي لك الافورت ارم ولا مدي لك اللود ارم؟ هو مدي لك اللود ارم ب 50 خلصانه يا جدعان، يبقى اللود ارم هنا ب 50 والافورت ارم دي بقى مثلا الحاجه اللي احنا عايزينها اللي هي الافورت ارم. يبقى انت معاك x تايمز 50 ايكوال هاف الاكس تايمز الافورت ارم. دي ايكويشن. مش انت تقدر تخلي الاكس دي تروح مع الاكس دي فيفضل معاك 50 ايكوالز هاف الافورت ارم. صح ولا لا يا سنه تاني؟ صح ولا لا؟ ها صح؟ صح يا صح يا مستر. مستر. طيب يبقى اما الفورت ارم نصه ب 50 يبقى الفورت ارم بكام؟ طبعا هتعمل ملتبلاي هنا 2 وملتبلاي هنا 2. هعمل هنا ملتبلاي 2 عشان اطير الهاف، واعمل هنا ملتبلاي 2 عشان ايه؟ طالما عملت ملتبلاي 2 هنا يبقى لازم اعمل ملتبلاي 2 هنا عشان الايكوال اللي في النص. ف 2 تايمز هاف 1 بتدي لك الفورت ارم بس، يبقى ايكوالز 2 تايمز 100 يبقى الفورت ارم هيطلع معاك بكام؟ ب 100. يبقى هنا المفروض الاجابه يبقى الفورت ارم يطلع معاك بكام؟ ب 100 سنتيمتر. تمام يا حبيب قلبي فهمتوها؟ اعتقد ان دي تمام. هتيجي في الامتحان لان دي موجوده اولا في كتاب التقييمات اهي فيها فكره. اعيدها تاني يا شباب، فدي مهمه، فدي مهمه جدا ومهم جدا تعرف الفكره. هي ممكن تجي لك بارقام مختلفه بس انت تبقى عارف الفكره. After fertilization the ovary المبيض نفسه بيتحول لفروت develops into fruit، لكن الاوفيولز البويضة بعد ما تتخصب تعمل لك امباريو، الامباريو ده اللي هو السيد فديفلوب into seed. تانية سنة تاني after fertilization الاوفري developed into a seed، لكن الاوفيولز develops into ايه؟ عذرا الاوفري developed into fruit لكن الاوفيولز develop into seed. جميل قوي. The floral whorl that protect the inner parts of the flower before blooming. طبعا ده الكالكس يا شباب. الكالكس اللي بيتكون من اوراق خضراء اسمها سيباز. الكرولا بتتكون من colorful colors او colorful يعني اوراق ملونه colorful papers كده بيبقى اسمها بيتالز. وبعد الكالكس والكرولا بيبقى عندك الاندرويسيوم اللي بيبقى فيه ستامن، والستامن بيتكون من الانثر والفيلامنتس. وبعد الاندرويسيوم بتلاقي الجينويسيوم اللي بيتكون من الكاربل، الكاربل بيتكون من ستيجما وستايل واوفري تحت. فلورال هورل اللي بيحمي البارت بتاع الفلاور سبيشالي بيفور بلومينج
طبعا ده الكالكس. اكزامبلز على يونيسكشولار فلاور، عندك يا سيدي الميز، الذره يونيسكشولار فلاور. ونقط تاني البيز والبامبكن مثلا، برضو ده يعتبر. والبالم، البالم والميز والبامبكن دول ثلاثة يعتبروا يونيسكشوال فلاور، يونيسكشوال فلاور. لكن الايج بلانت مثلا ده يعتبر باي سيكشوال عادي. ده كده بالنسبة للكومبليت وبالنسبة للساينتفك. تمام يا شباب، الساينتفك والكومبليت مهمين جدا. تمام يا مستر. دكتور معلش ممكن تعيد سؤال 12 تاني معلش. سؤال 12، عايز 12. اه after fertilization الاوفري develop into seed. عذرا ايه يا جدعان متلخبط ليه؟ الاوفري اللي هو المبيض نفسه بيتحول لفروت، develops into fruit while الاوفيوز develop into seed. الاوفيوز دي اللي هي البويضه يا حبيبي بتتحول لسيد، لكن الاوفري نفسه بيتحول لفروت. ماشي يا نجم؟ شكرا لحضرتك يا مستر. شكرا لله يا شباب. تعالى يا باشا يلا خش لي بقى على اسئله الكوريكت. بيقول لك correct the underlined words. البوتل اوبنر، البوتل اوبنر اللي هي فتحة الفتاحة بتاعت الإزازة. البوتل اوبنر دي يا شباب تعتبر ثيرد كلاس ليفر. البوتل اوبنر ثيرد كلاس ليفر. تمام يا شباب؟ تمام. تمام يا مستر. بوتل اوبنر ثيرد كلاس. ده كان ده. البوتل اوبنر سكند ولا ثيرد؟ انا بصراحة مش متذكر والله. سكند، لأن سكند. سيفي فورت. أيوه سيفي فور سكند كلاس ليفر. أيوه اه سكند كلاس ليفر. ده تاني البوتل اوبنر، لأن أنت عندك في البوتل اوبنر اللهم صل على سيدنا محمد، اللود هو اللي في النص، والإفورت هنا أنا ماسك مكان إيدي، واللود في النص، والفلكرم على الطرف اليمة التانية، فاللود هو اللي بيبقى في النص. فالمفروض فعلا البوتل اوبنر دي second class lever. One function of levers is not force in the hand broom. طب الهاند بروم لا مش بتعمل decrease للفورس، لان البروم دي third class lever، والثيرد class lever ممكن تعمل increase للسبيد مثلا، لكن هي انها تعمل decrease للفورس غلط طبعا. ممكن تقول له increase للفورس. طيب الفيرست class lever differ from the second class lever in the presence of no force. الفيرست كلاس بتختلف عن السكند كلاس in the presence of الفولكرم. مكان الفولكرم فين؟ في الفيرست كلاس الفولكرم في النص، في السكند كلاس اللود هو اللي في النص. in the presence of الفولكرم. الابلايد فورس لا طبعا. first class differ from the second class in the presence of الفولكرم. فيشنج رود، الفيشنج رود العصايه بتاعت الصيد، لا العصايه بتاعت الصيد دي بقى الثيرد كلاس ليفر وش يعني. vegetative reproduction ده من الاسexual reproduction. الفيجيتيف reproduction ده يعتبر من ضمن الاسexual reproduction. جاميت سيل contain half the number of chromosome، يعني ان واحده بس. الجاميتس بيبقى فيها ان واحده، يعني هابلويد number of chromosome او half the number of chromosome. الميتوزيس is known as الايكويجنال division. الريدكشن ديفيجن ده بتاع الميوزيس الثاني، لكن الميتوزيس اللي فيه تي او ده النوع الاول، ده يعتبر equational division. asexual reproduction depends on التكاثر اللاجنسي بيعتمد على الميتوزيس اللي هو النوع الاول، اللي بيديك two new cells identical to the parent. the first meiotic division اللي هو الميتوتيك division. طب استنى صلى على النبي كده. الميوتيك ديفيجن ليه نوعين، فيرست ميوتيك ديفيجن وسكند ميوتيك ديفيجن. اللي هو النوع الثاني بيبقى فيه فيرست وسكند. السكند ميوتيك ديفيجن هو اللي بيبقى شبيه للميتوتيك ديفيجن. المفروض نمبر 9 اقول له سكند ميوتيك ديفيجن. فيجيتيف ريبرودكشن ليدز تو جينيتيك فاريشن. لا طبعا الفيجيتيف ريبرودكشن دوت تايب من الاسexual ريبرودكشن، والاسexual ريبرودكشن ما يحصلش فيها اي جينيتيك فاريشن خالص. لكن السكشوال ريبرودكشن هو اللي بيحصل فيه جيناتيك فاريشن نتيجه كروسنج اوفر فينومينا اللي بتحصل في الفيرست مايوتيك ديفيجن، بيحصل اكسشينج للجينز. فنمبر 10 يا شباب المفروض اقول له السكشوال ريبرودكشن. ان ذا سكند مايوتيك ديفيجن، في الانقسام الميوزي الثاني خلاص، بيحصل 4 new cells are produced. كل واحده فيهم contain half the number of chromosome اللي هو n. هنا في السكند ميوتيك ديفيجن هينتج لك 4 نيو سيلز ار بروديوس. جميل جدا. تمام يا شباب كده اسئله الكوريكت. تمام يا مستر. يلا نخش بقى على الصلاه على النبي كده على اسئله الجفريز. نركز ونفوق يلا. السكند كلاس ليفر سيف افورت ليه؟ well because in the second class liver the effort are always larger than the load are. تاني because in the second class liver the effort are always larger than the load are. Give reason. Simple machine are great importance in our life. Only because it save time and save effort during
التاسكس يعني save time and effort during the task. Effort and load can be equal only in the first class lever. هقول because the first class lever fulcrum between the effort and the load, because in the first class lever fulcrum between the effort and the load. الفulcrum في النص ما فيه الفيرست كلاس ليفر ما بين الافورت واللود. ليه الثيرد كلاس ليفر don't always save effort؟ هقول له because in the third class lever effort between load and fulcrum and the load arm always greater than the effort arm, because in the third class lever effort between the fulcrum and the load arm always greater than the effort arm. جميل. A fixed pulley is considered a first class lever. ايا كان هي ليه first class lever هتقول له because the fulcrum between the load and the effort. ايا كان. Sexual reproduction leads to genetic variation among offspring. هقول له due to crossing over phenomena that takes place in the first meiotic division during formation of gametes. And due to occurrence of crossing over phenomena that takes place in the first meiotic division during formation الجاميتس او ذا جاميتس بقى بسبب حدوث crossing over phenomena اللي تسبب اختلاف في الجينات. نكمل. The equality of chromosome number in somatic cells of different organisms doesn't mean that they are genetically identical. عندك مثلا الشمبانزي والبوتيتو الاتنين equal في النمبر اوف الكروموسوم اللي هم 48 كروموسوم. طالما عندهم نفس عدد الكروموسومات يبقى لازم يبقوا equal في كل الصفات؟ طبعا لا. هقول له due to the different in the arrangement of the genes. ترتيب الجينات اللي على الكروموسومات بيختلف، فبالتالي ترتيب الصفات بيختلف. او ممكن تقول له due to the difference in the nature of the genes. Difference in the nature of the genes, the presence on the chromosome. بسبب اختلاف طبيعة الجينات اللي موجودة على الكروموسوم. مش معنى برضه ان عدد الكروموسومات كائن حي اكبر من عدد الكروموسومات في كائن حي تاني يبقى ده معناه ان هو اكبر منه. عندك مثلا الرافن عنده 80 كروموسوم، الاليفانت عنده 56 كروموسوم، يبقى ده معناه ان الرافن الغراب اكبر من الفيل عشان عنده عدد كروموسومات اكبر. تروحوا لا يا فين؟ مستر. لا. ركز. طيب البيتالز in many flowers are brightly colored and fragrant. ليه بتبقى ليها لون جميل كده؟ البيتالز بتبقى ملونة. هقول له to attract insects that help in pollination process، عشان تجذب الحشرات اللي بتساعد في عملية البولينيشن. طيب answer hang outside the flower of some wind pollinated plants. ليه الانسر بتبدأ ان هي تتدلل للخارج كده في الويند pollinated plants؟ هتقول له to be easily opened by the wind، عشان يبقى سهل عليها انها تتفتح بالويند ويتخرج البولن جرينز بقى، والويند يشيل البولن جرينز ينقلها يوديها مكان تاني. to be easily opened by the wind. Pollen grains in insects pollinated plants are sticky and rough. قول له to stick to the insect's body. to stick to the insect's body. The importance of the floral envelope in ايه؟ narcissus flower. طب النارسس فلاور دي زهرة النرجس. عارفين زهرة النرجس؟ حد عارفها؟ ايوه عارفينها اسم بس. اه ايوه مستر عارفاه. انتوا عارفين النرجس دي اسم واحدة صاحبتكم، لكن الوردة في وردة اسمها لا في وردة اسمها نرجس. طيب دي بيبقى عليها بقى طبعا اللهم صل على محمد، على ما اعتقد يعني البيتاز بتاعتها بتبقى ملونة وبيبقى ليها ريحة حلوة، صح؟ لو حد عارف ملونة وليها ريحة حلوة. ايوه ايوه طب ليه بقى هي ملونة وليها ريحة حلوة؟ خلي بالك عشان ده ممكن يجي لك في الامتحان بتاع آخر السنة وامتحان الشهر. ده كتاب المدرسة، كتاب التقييمات، انا مش جايب السؤال ده من عندي. فالسؤال زي دوت لو ما كانش قابلك دلوقتي ما كنتش هتعرف تحله وجالك في الامتحان. ليه هي بتبقى الفلورال انفلوب بتاعتها بيساعدها في ايه؟ هتقول له to attract insects that help in pollination process. شكرا. الفلورال انفلوب بتاعها بقى انها ملونه، البيتالز ملونه وعندها سنتد يعني مثلا ليها ريحه، كل الحاجات دي to attract the insects that help in pollination process. السؤال ده في غايه الاهميه يا شباب. اللهم بلغ اللهم فشل. طيب when the pollinated plant produce pollen grains in very large numbers. طب ليه النباتات اللي بتتكاثر بحبوب اللقاح وبتنتقل حبوب اللقاح بالويند، وطبعا الويند pollinated يعني بتلقح بالويند، فبتنتج كميات كبيره جدا من حبوب اللقاح. ليه؟ to compensate
the missing bowling green as only few number of bowling greens that can reach the stigma of the flower. طبعا انت بتخرج كميات مهولة جدا من حبوب اللقاح، علشان خاطر حبوب اللقاح دي بتنتشر في الجو بشكل عشوائي، فكتير جدا مش هيوصلوا للستجما. فلما يبقى عدد البولينج جرينز كتير، نسبة وصول البولينج جرينز للاستجما تبقى أحسن وبتبقى أفضل. بقول له to compensate the missing bowling green and to make sure that the bowling green reaches the stick. بس هم دول جيف ريزون. طب حلو قوي، ماشي، ودول وات هابن. بس كويس، ركز يلا. livers weren't discovered. ايه اللي هيحصل لو livers ما تمش اكتشافها؟ هتقول له we can't duplicating the force, we can't increasing the speed, we can't save effort, we can't change the direction. بس كل الحاجات الليفر بتعملها احنا ننفيها. the effort arm longer than the load arm in the lever، ساعتها the lever save effort. lever will save the effort طالما ال effort arm longer than the load arm. answer and stigma don't mature at the same time. لو الانسر والاستجما ما نضجوش في نفس الوقت، يعني كل واحدة نضجت في شكل مختلف، فتقول له it's impossible to occur the self pollination. مستحيل يحصل self pollination ان الوردة تلقح نفسها. يعني مستحيل البولنجرينز بتاع الاستجما بتاع الفلاور تروح، او بتاع الانسر بتاع الفلاور تروح للاستجما اللي على السيم فلاور. مستحيل الوردة تلقح نفسها لان هما الاثنين don't mature at the same time. اقول له it's impossible that self pollination occur and only cross pollination will happen. يعني cross pollination بس اللي هيحصل. جميل. بيقول لك a pollen grain falls on the stigma of a flower to another species of another species. pollen grain اتنقلت من وردة لوردة تانية بس من نوع تاني. fertilization doesn't occur. مش هيحصل أي حاجة. والبولينيشن ده مش هيبقى، ده هيبقى فاسد. pollination فاسد لأن دي مش نفس النوع. قول له fertilization will not occur وخلاص. fertilization will not occur. الجينويسيوم is removed from the complete flower before it's open. الجينويسيوم ده بتاع البيتالز. طب لما البيتالز دي تتشال من الفلاور، ساعتها قبل ما هي متفتح، ساعتها the flower can't make self pollination and only cross pollination will happen. الفلاور مش تقدر تعمل self pollination لان الجينويسيوم مش موجود، فمبقاش في الا الاستامن بتاع الاندرويسيوم اللي ينقل الحبوب اللقاحي بقى من ورده لورده تاني، فيعمل لك ايه؟ حاجه اسمها الكروس بولينيشن يعني. بس حد عايز اي سؤال تاني يا شباب في الوات هابن او في الجيف ريزون؟ تمام يا مستر. تمام. خلي بالك انت المقرر عليك درس الليفر اللي هو اخر درس في يونت 2 ويونت 3 كلها، وفي مدارس، في مدارس عليها ليسون 1 في يونت 4 بس اغلب المدارس لا. خلي بالك عشان ممكن يبقى معاك ليسون 1 في يونت 4 برضه. تمام. معايا بس معايا اسمه. تمام يا مستر. فانا المراجعه دي ما فيهاش ليسون 1 في يونت 4، فلو انت المدرسه عندك قالت لك ليسون 1 في يونت 4 معلش بقى هتذاكره برضه بشكل اضافي، ولو عندك في اي مشكله برضه ابعت. طيب كومبير، لا خلاص الكومبير ده انت تحله يعني مع نفسك، الموضوع بسيط ان شاء الله. Mention the importance of each of the following. أهمية الليفر save time and effort وincrease the speed وduplicating الفورس وchange the direction. forceps ممكن تقول له الملقاط مثلا، ممكن تقول له في الفورسبس الملقاط catch the tiny objects مثلا، بيلتقط الحاجات الصغيرة. catch the tiny object. كروبر العتلة اللي هي العتلة. lift the heavy objects. help in lift the heavy object مثلا. الميتوزس in humans، الانقسام الميتوزي في الإنسان، هتقول له يا سيدي ممكن إن هو يعني compensated damaged cells. help in the growth of the living organism و help in the sexual reproduction. يعوض الخلايا التالفة بعد ما اتعورت، مسؤول عن نمو الكائن الحي، الجروث بتاع living organism، و help in the sexual reproduction بيساعد في عملية التكاثر اللاجنسي. أما الميوز in the human help in the formation of gametes، بيساعد في عملية الجاميتس which lead to the variation of the genetic traits in the same species. البروبلم، تعالوا يلا معاك تو بروبلمز اهم نحلهم. بيقول لك فيرست كلاس ليفل هذا ان ابلايد effort 40 ارم، ماشي، وفورت ارم 5 واللود ب 100. انت عايز اللود ارم، ماشي يا جدعان. المفروض ان اللود تايم لو هي ات equilibrium اللود ارم equal الافورت تايم الافورت ارم. ماشي حلو قوي. هو ادالك الافورت 40 يبقى دي 40، الافورت ارم 5 ادي 5، اللود ب 100 ادي 100. اللود ارم بكام؟ ماشي، لو اللود ارم اديته مثلا سيمبل ايه
انا عايز اجيب الايه اللي هي اللود ار، يبقى ساعتها هتبقى ايكوال 40 times 5 divided ال 100. ها، 4 في 5 ب20، يبقى يطلع معاك 200 divided ال 100 هتطلع معاك ب 2 وبس. خلص، يبقى اللود ارم ب 2. طبعا اللود ارم ب 2 سنتيمتر. خلصت. تمام كده المطلوب الاولاني مفهوم. مم. تمام يا مستر، مفهوم. تمام. طب الحمد لله. بيقول لك does the liver save effort or not. عشان اشوف الليفر سيف effort or not يعني اشوف هي الميكانيكال ادفانتجز بتاعتها more than ال 1 ولا less than ال 1. طب الميكانيكال ادفانتجز دي ممكن احسبها ازاي؟ يا اما تقول لي effort arm divided اللود arm، يا اما تقول اللود ديفايدد الافورت. فتعالى يا سيدي، اللود ب 100 والافورت ب 40، 100 ديفايدد 40 تطلع معاك بكام؟ حد يشوف لنا كده يا اخوان. هتطلع ب 2.2. صح؟ صح يا سنة تانية. 2.5. 2.5. 2.5. ماشي 2.5. مش ال 2.5 دي more than ال 1، يبقى هي it save effort because the mechanical advantage more than 1. بس خش على السؤال اللي بعده. lever acted open by an effort 30 newton. الافورت ب 30 with an effort arm 20 ولود 20 with the load arm ب 10. is the lever in equilibrium. why؟ تعال نشوف. هنا جايب لك الافورت والافورت ارم، اللود واللود ارم. بيقول لك هل هي equilibrium ولا لا. عشان تبقى equilibrium برضو لازم اللود times اللود ارم يبقى equals to الافورت times الافورت ارم. تعالوا نحلها. القانون اللي مكتوب فوق تاني. تعالى هنا كده، اللود بكام؟ مديك هنا الافورت ب 30، يبقى الافورت ايكوال 30 تايمز الافورت ارم ب 20. طيب الافورت تايمز الافورت ارم يطلع معاك ب 600. هل هنشوف بقى اللود تايمز اللود ارم ب 600 برضو ولا لا؟ اللود ب 200 ب 20، اللود ب 20. طب اللود ارم ب 10، 20 ديفايدد 10 يطلع معاك ب 300. يبقى انت المفروض كده هما not equal. فالليفر دي not equilibrium because load arm times the load doesn't equal effort arm times the effort. تمام كده. تمام المطلوب الاول ده. واو يا مستر. تمام. طيب بيقول لك if the lever is not equilibrium بقى، لو هي مش في حالة what should be the length of the load arm to achieve equilibrium. طيب هي فعلا مش في حالة الاتزان دلوقتي، بس عشان خاطر انا بقى اخليها في حالة اتزان، اللود ارم المفروض يبقى بكام؟ كل حاجة زي ما هي، بس اللود ارم مثلا اديله سيمبل ايه. انا عايز ايه؟ عايز اجيب لود ارم بحيث ان يخليها متزنة. خليها متزنة يعني المفروض اللود تايمز اللود ارم يبقى ايكوالز تو الافورت تايم الافورت ارم. يبقى المفروض الاي اللي هي المجهولة بقى اللي تخلي فيه اتزان تبقى equals to 20 times ال 30 دي في دي divided ال 20. يبقى دي هتروح مع دي، يبقى يطلع معاك ب 30. طبعا اللود ارم 30 سنتيمتر المفروض يبقى بكام؟ ب 30 سنتيمتر. ماشي يا جدعان ولا اشرح اخر حتة تاني؟ تمام يا مستر. تمام. ده كده بالنسبة للجزء الخاص بالايه طيب يا حبايب قلبي، اشوفكم ان شاء الله على خير الحصة القادمة بإذن الله تعالى. سلام عليكم.